يخالف وهم لاذين يختارون على منهج السلفيين ويختارون على السلفيين واي شيء يحاولون ان يلتقى بهم، لكن الناس الحمد لله صاروا الان على وعي كبير وعلى معرفه وعلى تماس بهذا التيار العظيم، التيار السلفي الذي هو في قمه الاعتدال والوسطيه والعطاء والقوه في نفس الوقت دفاعا عن الحق واهله وعن الحقيقه واصحابها. هذا هو خط المنهج التيار السلفي. لكن تريد ليش؟ نعم انا هقول لك ليش. لأن الطائفة السنية لأنها صاحبة حق بالجملة، ولأن طرابلس هي رمز ومعقل أهل السنة، تستهدف بشكل دائم بتآمر مستمر من الحاقدين من الداخل ومن الخارج. هذا هو سر الموضوع. طرابلس مستهدفة، أهل السنة بشكل عام مستهدفون، هناك غيظ وحقد على أهل السنة وعلى طرابلس وعلى التيار السلفي على وجه الخصوص. لذلك هناك عمل دؤوب وتآمر مستمر على هذه الطائفة وعلى هذا البلد. هل هذه الطائفة تحدث التوازن، كيف تحدث التوازن؟ لا توازن في لبنان من غير الطائفة السنية، لا توازن في لبنان من غير عدل. ما في. الطائفة السنية مستهدفة منذ عشرات السنين في لبنان من قبل النظام السوري حين كان مهيمنا بشكل دائم، والآن من قبله ومن قبل حلفائه وأذنبه. طب هل هذه الطائفة مستهدفة من أهلها؟ يعني هل الرئيس نجيب ميقاتي يستهدف الطائفة السنية وتحديدا في طرابلس؟ من الذي قال بأن الرئيس ميقاتي يستهدف الطائفة السنية؟ لكن الرئيس ميقاتي سياسي عنده مصالح ومنافع، إن كانت مالية أو سلطوية، مثل أي سياسي أو زعيم آخر، وهؤلاء لهم عليهم. خلينا نكون صريحين، إن كان الرئيس ميقاتي ولا الرئيس الحريري ولا غيرهم، ليسوا هم ملائكة وليسوا بشياطين، لهم عليهم. فنحن خلينا نكون صريحين، نحن نتكلم عن مجمل القضية، عن القضية بشكل عام. نعم. فنحن حين نأخذ المواقف لا نأخذها بالجملة لكن أنا قلت هناك كانت محاولات من طرف تنظيم حزب الله ومن غيره، محاولات دؤوبة لاختراق الطائفة السنية والاختراق طرابلس على وجه الخصوص من خلال بعض شخصياتها الدينية أو السياسية أخيرا، أو من خلال بعض المجموعات سواء كانت أرسلت من الخارج أو حاولوا اختراقنا فيها وهم من أهل البلد. وكنت أقول هذا يساعد على تأزيم الوضع وعلى إحداث فتنة، خاصة أن هناك سعي حثيث لمحاولة إحداث فتنة سنية. وهنا أنا أنبه إخواننا في طرابلس وغير طرابلس من أن يقعوا في هذا الشراك حتى يرتاحوا هم على ظهر أهل السنة وعلى ظهر طرابلس. فالرئيس ميقاتي أنا نعم خطأته حين بادر إلى أخذ هذا الموقف ووقف ونزل في حفرة وخندق تنظيم حزب الله، لكن بنفس الوقت ما اتهمناه بأنه خاين، لكن خطناه فيما فعل واعتبرنا بأن هذا اختراق سياسي كبير للطائفة السنية. ومع هذا قلنا، وأنا شخصيا كررت هذا الكلام حين خطأت الرئيس ميقاتي في أكثر من مناسب، لكن في نفس الوقت أثنينا عليه خيرا بما هو عنده وما نظن به الخير، وبنفس الوقت قلنا الرئيس ميقاتي لا نريد أن نصوب عليه ولا نطلق عليه اتهام، نعطيه فرصة، لكن بنفس الوقت هذه الفرصة لا يمكن أن تدوم إلى الأبد، ولا يمكن أن نقبل لا من الرئيس ميقاتي ولا من غيره أن يتسبب بضرب البلد أو الطائفة السنية عن قصد أو عن غير قصد. فنحن نظن خيرا بالرئيس ميقاتي من جانب، لكن بنفس الوقت يعني لا نقبل أخطاء ولا غير أخطاء الرئيس ميقاتي حين يتسبب بضرر للبلد أو للطائفة السنية، وأنا لا أتهمه بهذا الأمر. أرجو أن يفهم كلامي جيدا. لكن أكيد الرئيس ميقاتي هو في وضع حرج جدا، عليه أن يحدد موقفه بوضوح، وعليه أن يبادر وأن يأخذ بزمام المبادرة. طب ماذا ستفعلون؟ مناسب أو أن يستقيل. فضيلة الشيخ ماذا ستفعلون؟ يعني الرئيس ميقاتي ما عنده اتجاه نحو الاستقالة في هذه المرحلة. تيار المستقبل عنده اتجاه نحو إسقاط الحكومة، وقد يقوم بمظاهرات بالشارع تؤدي إلى أو تهدف بحسب رأيه إلى إسقاط الحكومة. أنتم كتيارات سلفية ماذا ستفعلون؟ التيار السلفي دائما نحن نقول لكل حدث حديث، ونحن حلفاء بالجملة لبعض الناس وخصوم لآخرين بالجملة كذلك لبعض الناس. لسنا لا عبيدا ولا أتباعا لأي طرف من الأطراف، لا ثامن من آذار ولا 14 من آذار. نحن موقفنا لمصلحة البلد، لأمن البلد، من أجل الطائفة السنية كما هو شعارنا، من أجل البلد آمن، من أجل الطائفة السنية قوية، من أجل التوازن في البلد، ليس من أجل ظلم الآخرين. لكل حدث حديث. التيار المستقبل قد يؤيده في شيء وقد يخالفه في شيء آخر. إذا اتفقنا نحن وإياه على خطة معينة على أساس تحالف معين،
نحاول أن يكون هذا لمصلحة البلد. نعم. والرئيس ميقاتي كذلك نحاول أن ننصحه وأن نقف بجانبه في بعض الأمور، وقد أحيانا يكون الوقوف إلى جانب طرف آخر بأن نحجزه عن ظلمه وأن نرده عن خطئه. نعم. في المرحلة الأخيرة أو خلينا نقول خلال هذا الأسبوع وفي 3 أيام الماضية تحديدا انطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الجماعات والمجموعات والتيارات السلفية مع ما شهدته صيدا من بروز واضح لما سمي بالحركة الأثيرية التي يقودها الشيخ بلال الأثير. قديش علاقتكم في هذا الموضوع وكيف يعني هل هو فصيل أو تيار تابع لكم أم هي حركة قائمة بحد ذاتها؟ يا أخوان لا تحولوا الأمور فوق حدها. الشيخ الأثير ولا غير الشيخ الأثير يقومون بدورهم في محاولة الحفاظ على السنة، على أهل السنة وعلى البلد وعلى التوازن، يقومون بما يقتنعون به، لهم حرية الرأي وحرية التعبير كما أن غيرهم يفعل ذلك. لكن أحيانا الإنسان للأسف أن بعض الإعلاميين، بعض السياسيين، بعض الأمنيين عندهم تصرف ضد الحالة الإسلامية بشكل عام وضد الحالة السلفية بشكل خاص. نحن والشيخ الأثير وغير الشيخ الأثير أخوة متعاونين على البر والتقوى، حلفاء، أكثر من حلفاء، أخوة نعمل يدا واحدة، لكننا لسنا تنظيما واحدا بهذا المعنى. لكن اخواننا في صيدا وفي البقاع وفي طرابلس وفي عكا وفي الضمية وفي كل مكان، في بيروت على وجه الخصوص كذلك، هناك تواصل وتعاون على الخير من اجل بلد آمن، من اجل مصلحة عامة تتحقق للجميع. ولا يمكن ان نقبل بان يصطف الآخرون ضدنا ثم نبقى ساكتين ويحاربوننا حربا نفسية حتى نبقى جالسين ولا يقال عننا بأننا المتطرفون. نحن أهل الوسطية بعيدون عن التطرف، لكن بنفس الوقت نرفض الظلم ولا نقبل به كما يحصل ولا زال يحصل على كثير من الشباب في السجون والموقوفين الإسلاميين والسجناء الإسلاميين. فبركت لهم أشياء وظلموا، وإن كان بعضهم في الحقيقة أنه قد أخطأ لكن ظلموا كثيرا جدا. بهذه المناسبة نطالب بإنصافهم وبأن يشملهم العفو العام إن كان شمل غيرهم. ونحن مع هذا الأمر. سؤال أخير فضيلة الشيخ، يعني اليوم يلي عم نسمعك ممكن أنه يطرح عليك سؤال أنه أين مصلحة لبنان في أن تكونوا رأس حربة في مثلا مهاجمة النظام السوري، وفي يعني يحكى عن أن هناك مجموعات سلفية بالتحديد هي التي تقوم بعمليات محاربة في الداخل، هناك مجموعات تحضر في داخل لبنان وتذهب إلى سوريا لمحاربة هذا النظام. أين مصلحة لبنان في هذا الأمر إذا ما صح؟ شو بدنا من المزاعم؟ نحن لا نستخدم، نحن جزء من نتبنى قضية معينة هي رفع الظلم عن أنفسنا ورفع الظلم حتى عن الآخرين إن استطعنا. النظام السوري ظلم وطغى وبغى ودمر، سفك الدماء وانتهك الأعراض وهجر الناس وقتلهم يعني لاحقهم في بلده وفي لبنان. النظام السوري نظام إرهابي بامتياز. النظام السوري من قديم الزمن إلى الآن نظام مقاول من أجل مصلحته ومصلحة الآخرين تحت حجة الأقليات، يحاولون أن يسحقوا الأكثرية. هل هذا من العدل؟ هل الأكثرية يعني تستباح لأنها أكثرية خوفا من أن تحكم الأقلية؟ وين يقولون الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الرأي؟ النظام السوري هو الذي تعدى علينا ونحن ندافع عن أنفسنا سواء كنا في لبنان ولا كنا في سوريا. أما المزاعم يحضرون ويستعدون، كل هذا أكاذيب وأغاليط ليس لها معنى. الشعب السوري هو الذي ينطق، يطالب بالحرية ويطالب بالعدالة ونحن معه إلى النهاية. هذا حق مشروع له ولكل إنسان أن يكون حرا. عندما نتحدث عن الشعب السوري يعني ما في قسمين في الشعب السوري، يعني أيهما على حق؟ أيهما على حق؟ الذي يسفك الدماء فهو على حق. الذي يسفك الدماء وينتهك الأعراض عم بحكي عن الشعب فضيلة الشيخ. يعني نحن بدنا نقتنع الآن أنه ما يحصل بحمص وما حصل في درعا وما حصل في جسر الشغور وما حصل في حما ب 82 وإلى آخره، لأن هذا عقاب لمسلحين بالعشرات أو بالمئات. قتل
تدمير مدن وأحياء بكاملها وتدمير المساجد وقتل آلاف الناس وانتهاك الأعراض وتشريد عشرات الآلاف. هل هذا هو عقاب لمجرد مسلحين؟ ليش ما ظهر المسلحين قبل الانتفاضة بدرعا، قبل قتل وإذلال وانتهاك كرامة أهل درعا وحبس واعتقال وتعذيب الأطفال وأشبال درعا؟ فلا يمكن أن نقبل ولا يمكن أن يقال ولا أن يقبله عقل ولا منصف أنه يعني ما يحدث الآن في سوريا هو قضية مسلحين. ليش ما ظهر المسلحين من قبل؟ ظهروا فجأة. ليش مظاهرات النظام السوري سليمة وما أحلاها والكاميرات الواضحة تجي فيها؟ ليش فقط مظاهرات الشعب السوري المسكين المظلوم؟ طيب لحتى نرى فيه المدنيين يسحلون على بالشوارع والسيارات تكسر والبيوت تهدم على أهلها. هذا ما هو منطق، هذا نظام إجرامي، هذا لا يصح أن يطلب منهم التنحي، يجب أن يحاكموا هؤلاء المجرمين. لحتى أختم معك فضيلة الشيخ. طيب اليوم يلي بيسمعك عم تتحدث عن الوسطية وتتحدث عن الاعتلال، طيب كيف تبرر للعالم أجمع عندما يطرح علامات استفهام حول إنه لا يعني إنه أي نظام بده يوصل مكان النظام السوري؟ من سيحكم؟ هل سيحكم الإخوان المسلمون؟ هل ستصل التيارات السلفية؟ اليوم هناك تخوف كبير منكم بصريح العبارة، هناك من يعتبركم إرهابيون وهناك من وأنتم عم تقولوا عن نفسكم أنكم وسطيين ومعتدلين. طب في خوف كبير منكم اليوم على مستوى العالم بشكل عام. يخافون منا نحن أهل الحق، يخافون منا هل لأننا الظلمة؟ هل لأننا سفكنا الدماء؟ السلفيون والإخوان في سوريا أعلنوا وصرحوا بأنهم مع الشعب، وأعلنوا وصرحوا بأنهم لا يمكن أن يظلموا الطرف الآخر، أعلنوا وصرحوا بأنهم ضد الظلم وهم جزء من هذا المجتمع. شيء يعني بنذبحهم حتى يمشي الحال؟ إذا كانوا سلفيين من أهل سوريا شو بنعمل فيهم يعني؟ بنحطهم بالبحر بنكبهم؟ إذا كانوا إخوان من أهل سوريا شو بنسوي فيهم؟ هذا قمة الظلم. الاعتدال تفضل الوسطية والاعتدال، خلي الشعب يتكلم، خلي الشعب يقترح. مع إن عم يقولوا هذا النظام فاجر وصل من غير شرعية، فقد الشرعية أصلا من الأساس، وما فعل بشعبه يكفيه بأنه أن يفقد الشرعية، ظلم وطغيان وسفك دماء. هذا شعب إنسان يقتل شعبه بيقول أنا بدي أكون رئيس. هناك سفك دماء من الطرف الآخر كبير، مين عم يسفك فإذا؟ لا بدي لك شغله. أنا أقول من أول الطريق قلت وبشكل صريح ليس ببعيد على أهل النخمة والشهامة في حمص ولا في درعا ولا في غيرها بعد أن تنتهك أعراضهم وتسفك دماءهم أن يوجد منهم أعداد قليلة تدافع عن نفسها حتى بأسلحة الصيد. هذا أمر طبيعي، ما هو صحيح أنه في مؤامرة وأنه في مسلحين بأعداد ضخمة مؤامرة خارجية، كله كلام كذب وخلط بخلط. الحقيقة أن بعض الناس نعم صار يدافع عن نفسه وهذا له حق شرعي أصلا بأن يدافع عن نفسه. نحن في لبنان حين ظلمنا دافعنا عن أنفسنا ونفتخر بذلك، وهذا حق مشروع لنا. حين تعجز أو لا تريد المؤسسات الرسمية أن تقوم بواجبها أو أن تتحول المؤسسات العسكرية الرسمية والأمنية في سوريا أو غير سوريا إلى قتل شعبها، من الطبيعي أن ندافع عن أنفسنا. ما عندنا نحن عقدة نقص ولا نتراجع، لكن بنفس الوقت حين نرفض أن نظلم، نرفض أن نظلم الآخرين أو أن يظلم الآخرون حتى لو من غيرنا. فنحن مع الشعب السوري بكل أطيافه، كل الشعب السوري المظلوم نحن معه، مع كل مظلوم حتى في لبنان سواء كان من أبناء السنة ولا من غير أبناء السنة. هذا هو ديننا، هذه هي أخلاقنا وهذه هي قيمنا. المسلحون في سوريا إذا وجدوا فهم بالأصل هم المشقون عن الجيش السوري الذين عندهم هؤلاء أهل النخل والشهم الذين انتفضوا وشقوا عن قيادتهم الظالمة. لكن إذا وجد بعض الشباب المسلح يريد أن يدافع عن عرضه في بيته وفي حيه، فهؤلاء أقول لهم أنا معكم، هؤلاء هم الأبطال يقتلون في بيوتهم وفي ديارهم وتنتهك أعراضهم أمام أعينهم وتريدون وصلت الفكرة. لا نفس الفكرة. حين يخرجون ويقتلون الآخرين ويعتدون على الآخرين حينئذ نتكلم. حين أخرجنا إلى الضاحية أو إلى الجنوب حينئذ تكلموا. حين يخرج هؤلاء الشباب المسلحون في سوريا إلى عبر دار الفريق الآخر حينئذ تكلموا. لكن حين يدافع عن نفسه في بيته وفي حيه وفي مدينته بعد الظلم وبعد الطغيان وانتهاك الأعراض وسفك الدماء بغير حق، فهذا حق مشروع له، لأن الذي يجب عليها أن يدافع عنه وهي المؤسسات الرسمية العسكرية لن تدافع عنه، بل هي التي اجترأت وهي التي ظلمت. فهذا حقهم وحق مشروع لهم. وصلت الفكرة. أنا أشكرك كثيرا مؤسس تيار السلفي في لبنان الشيخ داعي الإسلام الشهال على هذه المداخلة. قبل ما نفوت على بريك عندك تعليق؟ لا
ما عندك تعليق على هذا الكلام؟ فاصل إعلاني قصير ومتابعة.